تبعا لمعلومات واردة إلى أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببوسفر تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع وترويج الأقراص المهلوسة داخل كشك لبيع الكبريت والتبغ. بتنشيط عنصر الاستعلام تم التأكد من المعلومة ووضع خطة محكمة للإيقاع بالفاعلين عن طريق تشكيل دورية والتوجه إلى المكان المستهدف. وبعد تفتيش المكان تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة موضوعة داخل أكياس بلاستيكية قدر عددها ب 380 قرص مهلوس نوع إكسازي وردية اللون، 31 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ مقاس يستعمل في التقطيع، مع حجم مبلغ مالي قدره 46200 دينار جزائري، بالإضافة إلى 6 هواتف نقالة. في نفس السياق تم توقيف 3 أشخاص متورطين في القضية يبلغون من العمر ما بين 29 و 40 سنة ينحدرون من ولاية وهران، ليتم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بعد التعمق في التحقيق واستغلال الأدلة العلمية تبين أن المجموعة الإجرامية تنشط بين ولايات الوطن وخارج الحدود الوطنية يقودها البارون المسمى بابا. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ترك حول جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، جناية تكوين جماعة إجرامية لغرض الإعداد لارتكاب جناية جنحة المتاجرة بالأقراص المهلوسة.